لا تطلب حاجتك من الكذاب، لأنه سيقربها لك بالقول ويبعدها عنك بالفعل. ولا تسأله لماذا يكذب، لأنه حتما سيجيبك بكذبة أخرى. فنحن أصبحنا في زمن غريب، الرخيص يتظاهر بالعزة، والخائن يتحدث عن الوفاء، والمنافق يجادل في الحقيقة، والكاذب يدعي الصدق. لكي لا تصدمك الحقيقة، لا تتوقع أن لك مكانة كبيرة في قلب أحد، ولا تتوقع أنهم يبادلونك حجم حبك وتضحيتك لهم، ولا تعتمد على أحد في هذه الدنيا، فمهما قدمت لهم فأنت ستبقى قابلا للاستبدال عند حضور البديل. فظلك سيتخلى عنك في الظلام، والتراب الذي أتيت منه سيدفنك، فلا تصدمك خيبة الأمل. وتذكر دائما أنه لا يوجد شيء اسمه فاتك القطار، فجميع القطارات تعود لنفس المحطة. واعلم بأنه لا توجد فرص ضائعة، فكل ما فاتك لم يكن لك. وافهم إنك إذا لم تفشل فلن تعمل بجد، فما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق لك فرص.